ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وزي ما انتم شايفين موضوع الحلقه دي مختلف شويه عن محتوى القناه، ولكن وانا بالصدفه بتفرج طبعا على مسلسلات رمضان حتى الاعلانات اكتشفت ان في مجموعه عربيات غريبه جدا، عربيات شيك جدا، عربيات طبعا اكزوتيك، عربيات سبورتس كار، حاجات ماسل كار، حاجات غاليه جدا، لاكشري كار طبعا غاليه جدا. فقلت لا مش هقدر امسك اعصابي، وطبعا معانا ناس محبين السيارات كلهم، فقلت لازم اعمل حلقه نتكلم فيها عن العربيات ديت. زي ما قلت لكم المسلسلات كلها كان فيها عربيات كتيره جدا، الاعلانات حتى كان نازله بمجموعه عربيات مميزه جدا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع دوت، هنحاول ان احنا نمسك كل عربيه نقول اللي نقدر نعرفه عنها، وبرضو اكتبوا لنا في التعليقات لو حد عنده معلومات زياده او احنا غلطنا في حاجه، معلش برضو يبقى يعني بيكتبوا لنا في التعليقات. ولو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، وان شاء الله بنتكلم في موضوعات كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. انت لسه شفت حاجه؟ اول عربيه هنتكلم عنها وهو كان راكبها عمرو سعد، اللي هي العربيه البيضاء الاس يو في. دي من نوع رولز رويس كولينان، 12 سلندر، 850 حصان، 8 سرعات. في منها 2 كاتيجوري، واحده اللي هي العاديه، وواحده البلاك بادج. طبعا دي اسعار فظيعه جدا، مش عايز اقول لكم، هم بيقولوا عليها القصر المتحرك. من ضمن طبعا انا مش عارف هو كان بيفتح الباب عادي كده ازاي، الباب بيتفتح بزرار وبيتقفل بزرار من جوه، والعربيه تقريبا بتمشي لوحدها يا جماعه. تاني عربيه وهي ظهر بيها كده في لقطتين ثلاثه، اللي هي كانت مط اسود، دي لامبرجيني اورس، او في ناس بتقول عليها يورس. دي برضه تعتبر اول اس يو في تعملها شركه لامبرجيني، ومن العربيات المميزه جدا. محرك 8 سلندر، 641 حصان، من 0 ل 100 في 3 ثواني، واحد من 100 من الثانية. طبعا عربية بالحجم الكبير ده، ولما تتسارع كده تبقى عربية حكاية. طبعا من العربيات الرياضية الاس يو في، من اول العربيات اللي عملتها لامبرجيني اس يو في. وهحاول برضو اكتب لكم البيانات بتاعتها وكل المميزات بتاعتها. في عربيه برضو ظهر بيها في الاول خالص لما كان لسه فقير في مسلسل الاجهر، وهي عربيه موستنج موديل 1964. دي 8 سلندر، دافع خلفي، من العربيات المميزه جدا، وصعب على فكره تلاقيها لان هو كان جايب كمان الكاتيجوري اللي هي المكشوفه، الكونفرتبل زي ما بيقولوا. دي طبعا من العربيات النادره جدا، وهو كان راكبها في اول مسلسل خالص لو تفتكروا. هي سماوي، هحط لكم صوره ليها بحيث برضو يبقى عندكم فكره عن الموضوع. هحاول ادور لكم على السعر لان طبعا دي سعرها هيبقى مختلف شويه. في بقى العربية الحمراء الفراري اللي هو اداها هدية لخطيبته هم في المعرض في برضه مسلسل الأجهر. دي فراري 488، محرك 8 سلندر على شكل حرف في 8 سرعات، 661 حصان، من 0 إلى 100 في 3 ثواني. الموديل بتاعها 488. هحاول برضه اكتب لكم بقية البيانات اللي هي العربية الحمراء اللي اداها هدية لخطيبته. في برضه في مسلسل الأجهر كام عربية ظهروا على جنب كده، يعني اللي كان راكبها باهي ابن رجل أعمال. دي غالبا يعني أو 90% لامبورجيني افنتادور. لامبورجيني افنتادور دي طبعا 12 سلندر، 6500 سي سي، حوالي 780 حصان، من 0 ل 100 في ثانيتين و9 أجزاء من الثانية. طبعا أنت بتتكلم على موضوع عربيات في حتة تانية خالص يعني. انت لسه شفت حاجه؟ بالنسبه بقى للاعلانات، كريم عبد العزيز كان راكب عربيه من العربيات اللي تعتبر مميزه جدا، وعلى فكره بدات تظهر في اليومين دول، انا شفتها برضو كذا مره. هي العربيه تسلا موديل اكس الفالكون وينجز. العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في ثانيتين و6 اجزاء من الثانيه. اسمها تسلا موديل اكس. وطبعا المميز فيها جدا العربيه طبعا كهرباء بالكامل، العربيه تقريبا بتمشي لوحدها. دي بقى بتمشي لوحدها فعلا، يعني انت بتديها الديستنيشن او بتديها المكان اللي عايز تروحه، وهي بتوصلك لحد المكان اللي انت عايزه. هوريكم برضو البيبان بتاعتها بتفتح ازاي. طبعا من العربيات الفظيعه. طبعا هي فيها موتورين، موتور امامي للعجلتين اللي قدام، وموتور خلفي. هي طبعا تعتبر دفع رباعي او اول ويل درايف زي ما بيقولوا، بس طبعا ما تنطبقش عليها قوانين العربيات البنزين لان دي عربيه كهرباء بالكامل. برضو من العربيات المميزه جدا، هحاول اكتب لكم كل المواصفات بتاعتها. بالنسبه برضو لعربيات بابا المجال، العربيه اللي كان راكبها المعلم والده، دي عربيه من فئه الاس كلاس، غالبا هي اس 500، بس موديل قديم شويه. بس زي ما انتم شايفين ما كانوش مركزين عليها قوي، فعشان كده صعب ان انت يعني تاخد بالك من الموديل بالظبط بتاعها ايه. برضو بالنسبه للهامر الجولد، دي
دي طبعا هامر اتش 2، وخلاص احنا عارفين الهامر طبعا توقف صنعها، لكن حاليا وقفت صنع العربيات الهامر البنزين. لكن عامله في 22 او تقريبا 21 عامله عربيه كهرباء، مش عارف بقى هل هي بروتوتايب ولا هي نزلت السوق فعلا للبيع. وطبعا بالنسبه للعربيه الهامر الاتش 2 اللي كانت في المسلسل دي طبعا مش مطليه دهب ولا حاجه، دي بيبقى حاجه زي ستيكر كده بيتلزق على العربيه كلها. لكن طبعا طلي العربيه بالذهب ده مبلغ طبعا فظيع جدا، انما طبعا 90% من الناس اللي بتعملها حاليا بتبقى مجرد ستيكر. وزي ما احنا شايفين هم مش مركزين قوي على العربيات يعني في المسلسل، رغم المسلسل كله قايم على فكره قطع غيار العربيات، لكن مش مركزين طبعا على العربيات اللي طالعه معاهم. وغير طبعا البورشه بتاعت مصطفى شعبان، برضو متهيألي دي اللي هي ال 911 طبعا اللي كان راكبها مصطفى شعبان، دي عربيه 911 بورشه 911 فيها ماركات كتير قوي، يعني فيها الجي تي اس والجي تي 2 سوري الجي تي 3 والجي تي 2 والهايبرد والتربو اس، ففيها موديلات كتيره قوي. بس متهيألي دي حاجات 2013 2012، يعني موديل قديم شويه من البورشه ال 911. لم عدتك ان شاء الله نبقى نجيلك في يوم تاني. ولا تاني ولا تالت يا باشا، اتفضل دور عربيتي. دور عربيتي ايه يا اسطى؟ انا جايب لك العربيه على الونش، يعني مش دايره. اما بقى يا جماعه في حاجه غريبه قوي ضحكتني في مسلسل بابا المجال. زي ما انتم شفتوا مصطفى شعبان كان بيصلح عربيه بنتلي لحد، والعربيه تقريبا بنتلي كونتيننتال. وطبعا انتوا عارفين دلوقتي لو رحت الميكانيكي وقلت له غير لي طقم بوجيهات هياخد منك مبلغ وقدره ويحط رجل على رجل وهو بيتأمر عليك. ما بالك بقى اللي بيصلح عربيه بنتلي كونتيننتال انجليزي، التوكيل نفسه قال له لا ده انت لازم تغير موتور وي ده لو في حد في مصر يعني بيغير لها سوفت وير وبيعمل الحاجات اللي هو قال عليها دي وبيصلحها موصل الكمبيوتر وعمال يلعب في السوفت وير العربيه، الراجل يروح حاطط ايده في جيبه ويقول له خد يا ابني انا مش هعد. بص انا مش هعد، خد دول زي ما هم. ولا انا هعد يا باشا مرتي. ده انت لما بتغير طقم البوجيهات بتدفع شيء وشويات، ما بالك بقى دلوقتي وانت بتصلح عربيه زي كده وراجل صنايعي يعني يرضى بقليله؟ يا ريت كل الصنايعيه يبقوا كده. ما هي مش هتدور. ولا يهمك يا باشا، خلاص ادور من عندي انا. برضو في مسلسل محمد رمضان كان عنده عربيتين، عربيه اس يو في وعربيه الليموزين او العربيه السيدان عاديه يعني، وعربيه اس يو في اللي هي شبه الجيب يعني. الاثنين كانوا مرسيدس. طبعا المرسيدس اللي كان راكبها اللي هي السيدان كانت من فئة الاس كلاس الماي باخ، وطبعا دي زي ما انتم شايفين في علامة الفورماتيك اللي هي على الباب الشمال بتاع السواق. العلامة دي معناها العربية 4x4 او مش 4x4، حاجة اسمها اول ويل درايف، يعني كل العجلات بتلف مش دفع خلفي او دفع امامي بس، لا الاربع عجلات بيلفوا. طبعا دي من فئة تقريبا من فئة الاي ام جي، مش عايز برضو ان انا اقول ان هي من فئه الاي ام جي او لا، بس طبعا من العربيات المميزه جدا وتعتبر حاجه لاكشري لابعد الحدود او حاجه فخمه جدا لابعد الحدود. طبعا في مسلسل جعفر العمده كان عنده عربيه مرسيدس تانية اللي هي من فئه الجي كلاس اللي هي العربيه الاس يو في اللي شبه الحاجات الجيب العاليه دي برضو من العربيات المميزه جدا. دي 8 اسطوانات او 8 سلندر، قوتها برضو 585 حصان، 4000 سي سي، 850 نيوتن متر عزم. وطبعا دي من الحاجات الكبيرة جدا. طبعا دي برضو فورماتيك يعني دفع رباعي للعجلات، دي بقى 4x4 مش اول ويل درايف. فطبعا لا عربيات مميزة جدا. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا لكم حتى حاجة مسلية أو حد استفاد معلومة منها، واللي عنده أي حاجة يكتب لنا في التعليقات إن شاء الله، واللي عايز يصحح لنا أي معلومة برضو يكتب لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.